المبتدئين في الجيم، الناس بتروح الجيم من غير ما تحط لنفسها برنامج تدريبي او هدف واضح، عشان كده مع الوقت بيفقد الحماس. عشان ايه؟ حضرتك داخل بعشوائيه، ما انتش عارف داخل ليه ولا عشان ايه، على الله كده حكايته. تيجي واحد يخش لي الجيم اقول له يا ابني انت جاي ليه الجيم؟ مش انا جاي العب يا كابتن. مش طب ماشي، هتلعب عشان ايه؟ زياده قوه عضليه، عايز تزيد، عايز تخس. لازم انت تحدد هدفك وتكون واضح وحاطط برنامج تدريبي واضح. تاني حاجه ان حضرتك بتستنفذ كل التمارين لكل عضله، وده ما بيديكش فرصه للتطور او لما بتوصل لمرحله الثبات. ازاي؟ يعني حضرتك بتخش الكابتن يديك تمرينه الشيست على الاقل تتمرنها المفروض ل3 اسابيع، لا انت كل مره عايز الكابتن يجي يديك تمرينه مختلفه. طب انت كده حضرتك بتستنفذ كل التمارين لكل العضله. طب لما توصل لمرحله الثبات هتعمل ايه؟ هتغير بايه؟ وصلت؟ بتركز في العدات بتاعتك اكتر ما بتركز في شده التمرين. العدات مهمه طبعا، بس الاهم انك تحس بالعضله في كل عده. ثالث حاجه حضرتك بتتجاهل التيمبو اللي هو رتم الحركه بتاعتك، اللي هو كل ما يبقى بطيء كل ما تحس بالعضله وكل ما يبقى احسن. بقى بتركز على الاوزان اكتر من التكنيك. الاوزان كده كده هتزيد مع الوقت، بس التكنيك لو عملته صح هو اللي هيشكل لك العضله وهيطلعها لك بشكل احسن. بالجير، وهنا لازم تعرف ان كل واحد ليه جيناته وليه طبيعه جسمه، فما تركزش مع حد وركز مع نفسك واعرف جسمك وافهمه واشتغل عليه. واخيرا ودي اهم حاجه، ان دايما الناس مستعجله. بناء الاجسام يا جماعه محتاج صبر. اهتم والتزم بالدايت بتاعك وبالتمرين عشان تشوف نتيجه. الموضوع مش بالسرعه، الموضوع بالصبر، وعايز التزام وعايز حد راجل.